عايزه اقولك بقى لو عندك كده المقشره دي في مطبخك وعندك بضايه، عايزه اقولك هتعملي اجمل حاجه حلوه دلوقتي لاولادك، حاجه بجد خطيره هتبهريهم بيها وتحفه وكانك شارياها من بره واحسن كمان. فرحيهم في العيد واعملها لهم ان شاء الله يفطروا ويتعشوا بيها كمان. سمي بالله وصلي على رسول الله يا قمر. شجعيني بلايك وشير للفيديو وكومنت حلو من ايدك حتى لو بحرف، جزاكي الله خيرا. طيب اول حاجه هنا نزلنا ببضايه زي ما شفتوا كده، عليها كيس من الفانيليا وكمان حطيت معلقه كده صغيره من الخل وحطيت نص كوب من السكر. هنا بقى ادوب كل ده كويس قوي لما يبقى الخليط معانا لونه فاتح زي ما انتم شايفين كده، وهو ده القوام اللي احنا عاوزينه. هبدا انزل هنا بقى بنص كوبايه كده من الزيت. قلبي برده كل ده كويس قوي اهو، بدون بقى ايه ولا مضرب كهرباء ولا خلاط ولا اي حاجه. المضرب اليدوي اللي في ايديا ده عادي اللي هو تقريبا في كل بيت يعني. هبدا بعد ما ضربتهم كويس قوي بقى بالمضرب والخليط كله تجانس مع بعض، هنزل هنا بكوبايتين دقيق منخولين، وهبدا انزل عليهم بمعلقه صغيره بيكنج باودر. عندي هنا معلقه كبيره كده هرميه من الكاسترد. ما عندكيش كاسترد هنبدا نعمل ايه بقى، هنحط معلقه كبيره هرميه بداله من النشا. تمام كده. طيب بعد كده نزلت كده بذره بسيطه من الملح. هبدا هنا بقى اقلب الخليط بتاعي كويس قوي بالاسباتوله لحد بعد كده. هنا هشوف بقى الخليط معايا عايز كمان دقيق ولا خلاص كده. طيب بدات كمان انزل بنص كوبايه تاني من الدقيق لاني حسيت ان الخليط عايز مني دقيق زياده. تمام. طيب بتعملي ايه بقى، اول حاجه بايدينا اللي هي النضيفه اللي مش بنعجن بيها، بنمسك حته من العجينه نبدا كده نشكلها وندوس عليها زي ما انتم شايفين كده. لو ما شققتش معانا يبقى هي كده تمام التمام. تمام كده، يعني هي كده العجينه بقت ملساء معانا كده وحلوه وزي الفل. هنشكلها هناخدها على شكل كرات كده يا بنات، وتبداي ان انت تبططيها كده بايدك، طبعا الشكل شارح نفسه. وهتبداي تجيبي بقى هنا المقشره بتاعتنا، وعايزه اقولك هتعملي اجمل والذ بسكوت نواعم حرفيا، بدون زبده وبدون بقى سمنه وبدون بصمات وبدون كيس حلواني. هتقومي تعمليه دلوقتي، عندك كده بضايه وشويه سكر وكوبايتين دقيق، قومي اعمليهم للولاد بتمن شويه بسكوت هتجيبيهم من بره. شايفين البصمه دي بجد يا بنات تحفه، اللي هي الجزء اللي في المقشره ده من تحت دايما بستخدمها بصراحه، بتفضل النقشه زي ما انتم شايفين ما شاء الله جميله جدا. هنا هبدا ان انا اشكله كله بالشكل ده، وهبدا هنا اخلص. اهو عمل معايا صينيتين ما شاء الله، كوبايتين ونص من الدقيق عملوا لي كميه كبيره زي ما انتم شايفين كده. ادي صينيه والتانيه هتطلع دلوقتي. تمام. بصوا بقى هنا تحفه بجد، شايفين شكله ولا نقشته خطيره بجد بجد خطيره. ملكيش حجه بقى يا قمر، ما عنديش بصمات، ما عنديش كيس حلواني، ما عنديش زبده، ما عنديش سمنه، قومي برضه هتعملي اجمل والذ بسكوت لولادك. بالله عليكي ما يستاهلش لايك، ما يستاهلش كده كومنت حلو من ايدك الجميله جزاكي الله خيرا، ما يستاهلش شير للفيديو عشان غيرك يستفاد. بحبكم في الله والله، كل عام وانتم بخير. جربي زي ما انت شايفه البسكوت قد ايه هش ومقرمش وحاجه كده خطيره. هندخله بقى الفرن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط زي ما انت شايفه كده. عسل يا عسل. اسيبك في امان الله وكل عام وانتم بخير.